10 دقائق. Bien sûr, une fois كل ما نكفو ان كور نا دو كور يوم ما لي ساعة كم سلام حمزة يسا لي كيستيون تورا الدرس هذه فهم الدرس هاكي أدن سقاردش أثني دنوي سلاقل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن زرا إذن الدروس مزورة مزوروس الخصوص مزورو والسين هي دروس في العقيدة. الدرس الأول هو العقيدة الإسلامية وآثارها على الفرد والمجتمع. العقيدة الإسلامية وآثارها على الفرد والمجتمع. أشو المعنى نس؟ المعنى العقيدة يجي سعى الانفلونس في الفرد والمجتمع، سعى الأثر، أثر إيجابي تؤثر في الفرد. دونك زي ما ندفك الآية حديثة كاينين في الآية أثر على الفرد استخرجه، أثر على الفرد. الأثر نكون ينظر الأثر يعني للا في القضية السين لا ثلاثة أمزورو الاطمئنان، هذه يسعوا الاطمئنان وجي أثر على الفرد الاطمئنان النفسي، أن يكون الإنسان مطمئنا. أتصل الآيات قلان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم. وجد الأثر مزورو، الأثر الأول هو الاطمئنان النفسي، أن يرتاح الراحة النفسية. وجي أثر العقيدة على الفرد. أثر الثاني الاستقامة، الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستقيم. إذن العقيدة تؤثر في الأخلاق. وجي من جهة الفرد الذي يؤمن بأن هناك الآخرة، هناك الله، الحساب، الجنة، فيستقيم، فتستقيم أخلاقه ويستقيم على الصراط المستقيم. فقال ربي سبحانه ربي ناسين في صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت. وقال الشاهدة داوود ذي البكالور استقم كما أمرت. أثر الثاني. الأثر الثالث العقيدة تؤثر سال أثر في الفرد. الأمر الثالث تعرف الإنسان السكن أفريد العقيدة الديني من هو هذا الإنسان، لماذا خلقه الله، وإلى أين يسير المصير. إذن العقيدة تؤثر في الفرد حيث تعرفه السكن أنوة الإنسان من الذي خلقه ولماذا خلقه وإلى أين يصير. إذن العقيدة لها ثلاثة أثر على الفرد. أمزور الاطمئنان، والسين الاستقامة، والثلاثة تعرفه وتعرف يعني ذاته ومصيره. الآيات كثيرة، وإلي المصير وإلى ربك الرجعة، هذه آيات أدلة شواهد. وقال ثلاثة أثر العقيدة على الفرد. أنولي أثر العقيدة على المجتمع، أي العقيدة الإسلامية، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، يسعى الانفلونس بوزيتيف في المجتمع. أشو دي تسوي المجتمع؟ يتسوي الأخوة والتضامن. المؤمن أخو المؤمن، ربي قال إنما المؤمنون إخوة. إذا العقيدة الإيمان يتسود ثهمت، يتسود التعاون بين الناس. وجي الأثر مزوال. أثر الثاني في المجتمع في السوسيتي الصالح والإصلاح، يصبح الفرد صالحا ويصلح مجتمعه، هذه لي ينفع نفسه وينفع مجتمعه. وجي الأثر الثاني. الأثر الثالث يتحقق الأمن في المجتمع، يصبح الناس لهم أخلاق، يستقيمون، فلا يرتكبون الجرائم، فيتحقق الأمن. ثلاثة. إذا ثلاثة فردي، ثلاثة في المجتمع. ثلاثة الفردي على الفرد، الاستقامة على الاطمئنان، وكذلك أن تعرف الإنسان ذاته. ثلاثة في المجتمع تمز وروث الأخوة والتضامن والتعاون. الأمر الثاني الصلاح والإصلاح. الأمر الثالث يتحقق الأمن. لذلك قلنا الدرس مزوار. دونك ما إلى تسد الآية، جاءت آية أو حديث نحاول كيف نفهم هذا الأثر ونستخرجه. أم الباك بلو نند ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
دونك الآية واضح تتحدث على الصلاح والإصلاح، وهو أثر على المجتمع. أكا اللي لا يخدم وقيد الدرس إن ما راهو معقد ما. أما التعريفات، تعريف العقيدة هو الربط، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وقي سي تيوري كي سهل وقيم باس. نروح الدرس الثاني ما إلى تلميذ وفي مرة أغديني. الدرس الثاني أشوث وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية. وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة. أشو المعنى الدرس هاكي؟ يعني ماذا استعمل الله في القرآن الكريم من أساليب ووسائل ليثبت الإيمان، إيمان الإنسان الذي يؤمن، يثبت إيمانه، يثبت إيمانه بالله، إيمانه باليوم الآخر، الإيمان يثبت. وقبل نوالي الوسائل إلا أمي قاكيون العنصر زمنا تتفكن أسباب انحراف العقيدة. مرة تنحرف العقيدة في بعض الأحيان. عقيدة الإنسان تنحرف، يصبح الإنسان يعبد الشجر والحجر وكذا. أفيغر أشينين ذي الباك أكين ما هي الأسباب وقي لي لافي ني با يعني دوموندي الشرح نسن هذه السين كان الأسباب. أمزروا الجهل بالعقيدة والسنانة فاش لقيت فثام غارث مرة تخدم الأمور شور الشرك ولكن هي لا تعلم. إذن أولا الجهل بأصول العقيدة. سنين مرة تجد الإنسان يتعصب، التعصب يزرع الحق ولكن يتعصب، يزرع ولا بلي السنين الحجر والشجر لا ينفع، ماذا للإله لا يمكن يكون إله، ولكن هو يتعصب. أكيني أكيد فعل الجدود كذلك وجدنا آباؤنا يفعلون. ويخلص التعصب مذموم، التعصب وهو أن يعني أن يبقى على الجهل ولو اقتنع أنه على خطأ. والأمر الثاني، الأمر الثالث تقليد الأعمى. هذه التبع كان قوم تبع وقي السبب هذه التبع بلا ما يحوس هذه فهم، لا يريد أن يفهم ولا أن يعرف الحقيقة فهو يقلد. وقي سبب انحراف العقيدة في بعض الحين لسبب من الغفلة، يصبح الإنسان غافل. يعني كل مرة يقول لك سأبحث عن العقيدة الصحيحة، سأبحث عن الإيمان، أدحوسان للإيمان، أدحوسان يعني أفريذي إصحان، أدحوسان العقيدة الصحيحة، ولكن يغفل. فالغفلة تأخذه ويبقى على العقيدة الفاسدة ويبقى على الأفكار الخاطئة في ما يتعلق بالله أو باليوم الآخر. السبب الخامس هو شهوات، اتباع الشهوات والملذات والغرائز. يعني يوفيمانيس وجد نفسه في هذه المعاصي فيبقى منحرف. ويجد الأسباب، إذن أسباب انحراف العقيدة. إذن مرة يلزم ندرس في بكالوريا الدياسك الدينين مثلا أذكر سبب أو 3 أسباب من أسباب انحراف العقيدة بدون شرح. أستدفك هكا الجهل بالعقيدة، التعصب، التقليد الأعمى، اتباع الشهوات والملذات والغفلة. هذه هي الأسباب. الغلو في الدين. وجينا السؤال ما معنى الغلو في الدين؟ الغلو في الدين هو الدخول والتعمق في الدين. تعمق في الدين، نهى الشرع عن التعمق كثيرا في الدين. الغلو حتى تصبح مثلا تحرم كل شيء، كل شيء يصبح حرام أو تبيح كل شيء. الغلو في الدين وقيل الغلو خلاص هتشمض مليح ذي الأمور ولا قنارة. هاد النغال الوسائل جيثورة خاطر تجد تكن دي البكالوريا أدفكن الآية أكينين مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يتفكرون. مرات في الآية يعقلون يتفكرون، ولكن الآية ذكرت الآية عدة مخلوقات. يعني الوسائل، شو الوسائل إذن؟ أي أساليب كيف يثبت الله الإيمان. الأساليب
إذا مادة سندي الباك تفكن آية أو حديث كتشيني أتوالي تفهمت تحاول كيف تفهم الآية. موضوع الآية تتحدث على ماذا الآية باش تسفغ تستخرج الوسيلة التي استعملها الله سبحانه وتعالى. ونحن عندنا 5 وسائل، 5 وسائل قلنا: إلى إثارة العقل والوجدان، إلى التذكير الدائم بمراقبة الله للإنسان وبقدرته، إلى كذلك مناقشة الانحرافات، إلى 4 5 رسم صور المؤمنين المحببة أو رسم صور الكافرين المنفرة. أشوط 5 ياي مرة ربي سبحانه باش من يثير في المعنى ستيمول، يثير العقل الإنسان حتى يتفكر ويتدبر في المخلوق. قال ربي سبحانه: قل انظر ماذا في السماء، قل سيروا في الأرض فانظروا ماذا خلق الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه الآية تثير العقل. إذا الوسيلة إثارة العقل، واضح. زمرة دير إثارة العقل والوجدان، لا معنى الآية تفانت تهدر في العقل، تثير الانتباه. أكدين نشرح هذه الوسيلة ياك السينيغ ربي سبحانه، الله سبحانه وتعالى يثير عقل الإنسان حتى يتفكر ويتدبر في مخلوقاته. والغاية إلا قد تكمل، والغاية من ذلك حتى يؤمن أن الله هو خالق هذا الكون. أكيد بضض النتيجة للوسيلة. إزمرت لذي الآية كذلك إثارة الوجدان، العاطفة، عاطفة الإنسان. الله كيف يثير العاطفة؟ يذكره بالنعمة. أزدي ذكر النعمة أسيني مثلا الآية هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. قرب بنت تكون دي صفوان سقعبوض جماش لا تعلمون شيئا، والسن مالا وسعى مالا 8 سنين. ولد في ربي ترى النعمة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثقي إثارة الوجدان، يثير العاطفة. لماذا؟ لكي يتأكد عند الإنسان أن الله هو خالق النعمة. إذن اكتشفوا الدنيا إن الله يثير وجدان. الوجدان هو العاطفة، أحاسيس الإنسان، حتى يتفكر ويتدبر في نعم الله، حتى يدرك أن الله هو المنعم ويعترف به. إذن أكيد بضل النتيجة عن الوسيلة أكيد تشرح الدنيا. ونعم الله كثيرة، منها السمع والبصر والحياة، خلق النباتات، إنزال المطر من السماء، هذه النعم. إذن الله يثير النعمة حتى يقنع الإنسان أنه هو صاحب النعمة. وإذا اعترف الإنسان فقد آمن بالله. يبضرب بين النتيجة. تقول الوسيلة الأولى إثارة العقل والوجدان. مرة قد في الباك تأتي آية تتحدث عن نقاش بين نبي وقومه. نوح مثلا كان يناقش قومه على الأصنام. قال الأصنام هذه لا تنفع، فهي لا تسمع ولا تضر، وهي مخلوقات، فهي أمور مربوبة، فلها رب، فهي تسير وفق ما أراد الله. إذن ماذا يفعل النبي؟ يناقش الانحراف. إذن اكشيني كتلميذ أدرس قصة من قصص الأنبياء، تناقش هذه القصة الانحراف في العقيدة. الدين مباشرة الوسيلة هي مناقشة الانحرافات. لكن نشرح الوسيلة السينيض. الله من خلال الآية يناقش انحراف
الذي وقع في العقيدة في هذا القوم يناقشه بأسلوب العقل حتى يصل إلى العقيدة الصحيحة، أي أن الله يريد من خلال هذه القصة أن يثبت أن العقيدة الفاسدة ليس لها أدلة وحجة، لكي يدحض هذه الرز العقيدة ويسعنا للساس. أكيد خدم سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، أكيد خدم سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح. إذن أشو المعنى مناقشة الانحرافات؟ أي أن الآية تتحدث عن الانحراف ويناقشه الله بأسلوب عقلي، بالدليل العقلي والحجة والبرهان. أشو النتيجة؟ فين غيخدمك ربي؟ ليثبت العقيدة الصحيحة. فوالا أتصوض النتيجة. الوالد إنه يوجد بعض الكلمات تساعدنا على معرفة. عدت هذا الشيخ أشو أدي الدون أشو أدي نهدر فشو أدي الدون وكشو كي أدي الدون أشو نهدر أدي الدون الدروس أجي أنا هدر في لاسندو أدي الدون. إذا ندس وسيلة يجي قناس مناقشة الانحرافات. أخلص. 2. 3. الآية تأتي وتتحدث على أن الله يرى، وأن الله يبصر، وأن الله يشاهد، وأن الله فوق العباد. التذكير أن الله يراقب الإنسان حتى يتأكد للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويعرف كل شيء، وهكذا الإنسان يراقب نفسه فلا يرتكب ما لا يجوز ارتكابه من الكبائر والجرائم، ويستقيم لأنه يؤمن بهذا الإله، يؤمن أن الله يرى، أن الله يعلم، أن الله يبصر، وأن الله يسمع. وجي إذن الوسيلة شت هو التذكير الدائم أن الله مع الإنسان، أن الله يراقبه ويشاهده. الوسيلة 3. وسيلة 4 والخامسة أكني الحوت. وسيلة 4 والخامسة أكني الحوت أكن، وهي رسم صورة للكافرين، رسم الصورة للمؤمنين. أدي يرسم ربي أغديني الصفات للمؤمنين أهل الجنة. وقي عقيدة أخطر الجنة عقيدة، فالله يريد برسم الصورة للمؤمنين أن نؤمن بالجنة، وأن الله أهيأها للمؤمنين فيصف الصفة سن لكن أنهم يؤمنوا ويعملون الخير وينفقون هذه الصفات المؤمنين. إذا نجي أشوت الوسيلة رسم الصورة المؤمنين المحببة، صفات المؤمنين. في بعض الأحيان يرسم الله صفات الكافرين، لكن مثلا الكافرين لا يؤمنون، لكن مثلا يكذبون، مثلا لكن يستهزئون بالدين وبالله، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالقضاء الله وقدره، يقتلون الأنبياء. تلقى صفات الكافرين، صفة تقي والهدر، يقتلون النفس التي حرم الله، يشهدون شهادة الزور. هذه الصفات الكافرين، هذه صفات الله عز وجل ليؤمن المؤمن أن هنالك الجنة والنار. فالله عز وجل يرسم لنا صورة واضحة لأهل الجنة وصورة واضحة لأهل النار، حتى لا نكون من أهل النار وحتى نكون من أهل الجنة. دي التشريع دي الكتاب المدرسي بود الآية مثلا في المؤمنين: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مثلا صفة المؤمنين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تجي صفة المؤمنين. صفة الكافرين يبود ربي أنهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، وهم كذلك الذين قانطين، سان القنوط، اليأس، الديزيسبوار،
وهم يستهزئون بوجود يوم القيامة. تلقى صفات الكافرين. إذن وسيلة يجب قارن رسم الصورة المحببة للمؤمنين، رسم الصورة المنفرة للكافرين. هذه هي الوسيلة. النوع دقيبة لك إلى يون إنك وقي مزود بضارة أغرصة على كل حال. إلا يون الناس دقيقة سقسينس حميد إنه كيف نفرق بين إثارة الوجدان والعقل. أسلام أخويا الشريف، أسلام يكو قد يكشمن وقد يرتفعن ويغتفرن. نندي إثارة العقل الآيات الله يختمها بقوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون. أكيد تختمر بسبحانه. أما الآيات التي تثير الوجدان الله يختمها بقوله تعالى: لعلهم يشكرون. أفلا يشكرون. تختمث اون جينيرال الشكر لله سبحانه. أعطي التوش سكون أبيل العاطفة، الوجدان. ولين ديفيرونس اختار بين الند مجدي قرأ: إني أعطيت لكم النعمة، هذه نعمتي لك. وجدان يعني لا يحتاج إلى العقل لكي نعرف أن الله هو الذي أعطى لنا البصر. فالبصر موجود، فالبصر موجود. ولذلك ولو كان يعني تلميذ يمكن أن يكتب مباشرة إثارة العقل والوجدان معا. أفيك التورا مسموح أكجيبو للاب ذي الباك يزمر ذي مكة. أما قضية يعني التلميذ قالت أن تعود شاك فوا سؤال في المساواة والعدل. الفرق بين المساواة والعدل: العدل أوسع من المساواة، ولكن لا كنقيم أديسبوز لي لاف لي كيسيون في الدرس، خاطرني الدرس كاين زمان نوض الغرس. إذا يوني كونسونتر في الدروس كنخدم الدروس باش نلحس العقل. فأدنغال إذن العدل أوسع من المساواة. العدل هو وضع الشيء في مكانه، أما المساواة هو أن نسوي بين اثنين، أديسيون مظلوم يون ظالم. المساواة هو أن نحكم جستمون بالعدل. يونس نفك الحقيس ورسنك الحقنك فالياوي لأنه ليس حقه. إذن المساواة هو جزء من العدل، فالعدل أوسع من المساواة. والمساواة دائما يتيلي اونتر دو، اونتر تروا، اونتر كذا وكذا. أما العدل سي با اوتوماتيك، نو. زعما يروح يلحقي وضح حظ الفا سي القاضي سيني أين حقي؟ أين حقي؟ أعدل. يظلم في الميراث أذوحا القاضي سيني أعدل. فهذا تظلم تقشيش سكس الحقيس بس تروح القاضي سيديفك. وكيما قال العدل، العدل هو أن نعطي لكل ذي حق حقه. أما المساواة فأن نسوي بين الناس في تطبيق الأحكام. أنا كيف مدن ما نطبق العادل. أفاش تلقي حديث إني أدنوي بتتر دون زان انستون أثناء درس كفات على كل حال في وسائل تثبيت العقيدة خلاص. حديث المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن المساواة أفي غير خاطرني فغان قريش أذفرق نجاثم طوثاني وقذوياض أن يفرقوا ولا يطبق الرسول عليها حد السرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد، قال لا فرق بينها، لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ذقي حديث المساواة، ولكن الند المساواة هو جزء من العدل، فمن طبق العدل فقد طبق المساواة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أن نفرق بين القوي والضعيف وبين الغني والفقير وبين صاحب الشأن والوضيع، لا نفرق. هذه هي المساواة، أي تطبيق الحدود وأحكام الله على جميع الناس. هذه هي المساواة. ثوران نوح الدرس واير ثوران نخدم السن دروس أثر العقيدة على الفرد والمجتمع، وسائل القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية. النوح الدرس ثاني تكنت داتاس، وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية. وكيف كانت لاني باسي دون لو بروميي سوجي اي لو دوزيام سوجي قالت مقاصد الشريعة الإسلامية. أمزوارو أشو المعنى المقصد؟ المقاصد والأهداف، سي لي زوبجيكتيف، هي الغايات. مقصد
أما الشريعة هي الأحكام، الحلال، الحرام، المكروه. إذا التيتر لا لوسون يا شو المعنيس، أي ما هو أهداف أفي ربي سبحانه أحل شيئا وحرم شيئا، وأوجب شيئا وسن شيئا، وأباح أمورا. لماذا؟ ما هي المقاصد؟ أي مقصد الله عز وجل من هذه الأحكام. وقال قراصن إذن مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية تصقلان مقاصد العلماء شو دنان مقاصد داكي. أم الإمام الشاطبي نتا غير مزوارو يند المقاصد داكي مدنا سنوالي دابور المقصد العام أم قراحة شو هو سعادة الإنسان. ما يسد البكالوريا ما هو المقصد العام للشريعة؟ ما هو المقصد؟ ما هو الهدف؟ السنين المقصد العام للشريعة الإسلامية هو أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أكا لقد ديني الإنسان ديني أن يكون الإنسان سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وقي من حيث يعني المقصد العام. المقصد العام أمي قانك يقول الهدف، الغاية الكبرى من الشريعة. من بعد كاينين ما هي مقاصد بالتفصيل. مقاصد الشريعة شحال إلا المقاصد؟ لان ثلاث مقاصد. إلا ضروريات، ثلاث الحاجيات، لا التحسينيات. هي ثلاثة قلان وهي مرتبة. ضروريات تمزورة، من بعد الحاجيات، من بعد التحسينيات. شحال إلا ثلاثة، 1 2 3. إذن مقاصد الضرورية، لا المقاصد الحاجية، لا المقاصد التحسينية. أما المقاصد الضرورية أكدينا شو المقاصد داكي ضرورية كي سون تري امبورطونت. السنين هي الأمور التي لا يجوز أن نستغني عنها. لو كان تركناها لجاء الفساد في الأرض وجاء العقاب يوم القيامة. المقاصد داكي الضرورية ونزمرنا أنفرط ذيك ست النجد لني سي با بول سي تري امبورطون. وهي 5 أمور: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ المال. 5 الأمور قلان أمر الله ربي أمرنا أن نحفظها. 5 الأمور تمز ورث الدين يلقى هذه للدين ذي القاع، هذه للإيمان، العبادات، هذه اللي نفردنا يمكن عبد ربي سبحانه، تظليط، صوم، زكاة، حاج. هذه للإيمان بالله واليوم الآخر، هذه 7 الأركان. وغير كل قناص حفظ الدين. هذه للكتاب محفوظ، كتاب الله سبحانه وتعالى. وقي حفظ الدين صافي الآية ما هذا في الإيمان ديريكتومون الدين. المقصد هو ضروريات، لكن ما هو القسم بالضبط؟ فصل الناس هو حفظ الدين. ما في الظل كيف الصلاة، الصوم، زكاة، ما يهضر في الأذان، ما يهضر في الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، ما يهضر دوك اللي في القضاء والقدر، فهو من ضروريات وهو حفظ الدين. من بعد شو دياسن حفظ النفس. حفظ النفس أم قد فيقظ أتهدر الآية تتحدث مثلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله قد مثلا أن حرم قتل النفس وجعلها يأدس الحديث أن من أكبر الكبائر قتل النفس والإشراك بالله. أدس الحديث الجاقي يفاد حفظ الدين وهو في الإشراك لا يجوز، وحفظ النفس وهو عدم قتل النفس والروح. وقي حفظ النفس أدس الآية تحرم ما يسمى بالفواحش، الزنا والقذف وأمور. حفظ العرض، حفظ العرض. أدس الآية تحرم مثلا الخمر. الدنيني ما هو المقصد؟ ما هو الهدف؟ الدنيني حفظ العقل. تزمن أدس الآية كذلك تأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الآية هذه هي تفيد ماذا؟ تفيد العقل، فهو حفظ العقل.
إذا الآية تفيد في حفظ العقل. الآية مثلا تأمر أن يأكل الإنسان ويشرب ويتداوى، حفظ النفس، ماشي كالحرام، لا، يمكن للفرض يمكن الحرام. الآية ممكن تأمر بالإيمان، يمكن تحرم الشرك، فهو المهم الموضوع الناس هو الدين. إذا الآية تأتي مثلا تحرم مثلا الربا، حديث إذن هو حفظ المال، حفظ المال. الحديث والآية مقصدها حفظ المال، وهو من الضروريات الخمس. خمسة يا جيم كاس نسمي الضروريات الخمس، الكليات الخمس. وجب قال كوني إذن الضروريات تشويلا الحاجيات. الحاجيات هي الأحكام التي يحتاج إليها الإنسان، يحتاج. الإنسان المريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، يحتاج إلى التيمم، إذا من حاجيات التيمم. الإنسان المريض لا يستطيع أن يصوم، يحتاج أن يفطر لا يصوم، هذا من الحاجيات. إذا الإنسان مسافر فتعب فصعب عليه الصوم، وجي رخصة فرخص الله سبحانه وتعالى له أن لا يصوم. إذا كل الرخص تدخل في الحاجيات، التيمم، أكل للمسافر وللمريض والمرأة الحامل والمرضع، هذه كلها أحكام تدخل في الحاجيات، إذن ضروريات، الحاجيات، والثلاثة شوث التحسينيات. التحسينيات هي الجماليات، الجماليات هي أمور التي تحسن حياة الإنسان، هي تجمل حياة الإنسان. أم ينفق الآية تقول مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هو الجمال، هو النظافة والطهارة. إذا مدس الآية في الطهارة، أدس الآية مثلا في الزينة والجمال. نادس حديث إن الله جميل يحب الجمال. نادس حديث دين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في كل يوم الجمعة لابد الإنسان يغتسل ويتطيب ويذهب إلى الصلاة وهو طاهر. وهذه جمالية التحسينيات. ما لا يدخل كذلك في التحسينيات؟ الآداب، السلام، الإحسان، أخلاق في الجلوس، الأدب في الكلام، أدب يعني في الابتسامة عند وجه أخيك، الآداب. هذه الأنواع من الآداب في كل شيء، في الآكل، الأدب في الجلوس، في السلام، في الدخول إلى دار تستفضل، هذه الآداب والسلوك. كيف نسمي هذه الأحكام؟ تسمى مقاصد التحسينيات، الكماليات، الجماليات. هذه تحسن وتجمل حياة الإنسان. في الشريعة مقاصدها ثلاث. هناك ضروريات، ضروريات حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. وهناك الحاجيات يحتاج إليها الإنسان، وهنالك التحسينيات وهي الجماليات. إذن الآية أو الحديث عندما يأتي في البكالوريا نحاول كيف نفهمه أو نفهمها إن كانت آية جيدا، ثم نستخرج المقصد، ثم نضعه في مكانه. هل هو حفظ الدين، حفظ الحياة، حفظ كذا، هل هو من ضرورياته أو الحاجات كذا. يمكن أن يأتي السؤال يقول ما هو الهدف، ما هو يعني الأثر من يعني ترتيب المقاصد داكي؟ ما هو الأثر؟ يعني ماذا نستفيد من ترتيب؟ الناس نستفيد هذا الترتيب إذا كان هنالك تعارض، إذا كان هنالك تعارض مقصد مع مقصد آخر، يعني لا يمكن أن نقوم بهما الاثنين، لا يمكن نحقق المقصدين. فماذا نحقق؟ نحقق الأهم على المهم. مثلا أدنوي المثال. Alors, Takainek, pourquoi durant les épreuves du bac, il y aura des questions sur ce thème? Oui, il y aura Taka. C'est une matière qui est le baccalauréat. C'est une matière
علوم اسلاميه سي تشرع ثمث قنها الدرجه في اللاس يا يو اسن السفكه لا دي كيستيون كاي. اذا في بعض الاحيان اذا الدس مثلا كيني بيع الخمر زنوزو الخمر يوكل دواء المال يا كيني المهم المال السن، ولكن هذا مقصد صحيح وهو حفظ المال، ولكن هذا الذي تبيعه وهو الخمر شاذ ماذا يسبب؟ ضياع العقل، ضياع العقل للناس. وهل العقل أولى من المال؟ لا، فالعقل أولى من المال، المال ليس أولى من العقل، فالعقل أولا ثم المال ثانيا. إذا تعارض مقصد من المقصد نقدم الأهم. إذا سنيني الله عز وجل حرم بيع الخمر ولو فيه المال حفاظا على العقل، لأن حفظ العقل أولى من حفظ المال، أولى من حفظ المال. وهكذا أكاكي يعني وجد الهدف من ما يسمى بترتيب المقاصد فيما بينها. أشو تكمل لنا المقاصد داكي وجي يعني يلاقيون في سندغل، وهو ما يتعلق بالعقوبات. العقوبة تاكي أخطر أمثلة الظلام لحون أوجد المقاصد. أين لحون العقوبة تاكي أوجد المقاصد؟ أخطر مد نسنولي الإسلام. ما هو منهج الإسلام في محاربة الجريمة؟ أدرس البكالوريا ما هو المنهج؟ يعني ما هو الطريق الذي اتبعه الله لكي يحارب الجرائم؟ يوكنا ذيكس في خنونا سيناقي في مفركانين في مقرحانين. ما هو منهج الإسلام؟ منهج الإسلام يسعى طريقين. إذا وقت البكالوريا وكنت تفهم مسألة يسهل طريقين. إلى منهج قناس منهج الوقائي، إلا المنهج الثاني قناس المنهج العقابي. منهج العقابي، المنهج الوقائي والمنهج يعني العقابي. يعني قبل يدي في ربي سبحانه ودي صب الآيات من العقوبات. دابور يتربي مدنا شو الإيمان. الإيمان هذا منن باش يخدمانا لا يرتكب الجريمة حبا في الله، حبا في الله، حبا في الجنة أو خوفا من الله. أفرش تاقين منهج الأول شو قرناس الجانب الوقائي. أكينين كيف يتم ذلك؟ ينس بطريقتين: تقوية الإيمان والعبادات والأخلاق. دوشوس المنهج جاكم زوار منهج الوقائي. يعني الوقاية خير من العلاج. إذا قبل الطريق العلاجي العقابي إلى الطريق الوقائي. دونك منهج الإسلام في محاربة الجريمة ذين سهل: الوقاية والعلاج. الوقائي هو تربية الناس على الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان أن هناك جنة والنار، الإيمان أن الله سيحاسب الناس. أمر الأول. أمر ثاني تربية الإيمان على العبادات. الصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تربية الناس على الصوم ليتحكم الإنسان في نفسه، يربي نفسه على العبادات. وكذلك تربية النفس على الأخلاق، الصبر، الإحسان، العفو، فعل الخير، تربية على الأخلاق. إذن الجانب الوقائي ماذا يعني ستذكر في الجانب الوقائي؟ تذكر شيئان. الشيء الأول الإيمان، الجانب الإيماني، أهضرت شوية في الإيمان. الجانب الثاني العبادات والأخلاق. وجي أميس نسمي وجي الطريق الأول وهو المنهج الوقائي، لأن الوقاية خير من العلاج. بارطاجي اليزي لافينو ان شاء الله كداوي من الباك اكثر من 16 17 ان شاء الله ديال العلوم الاسلاميه. بارطاجي ماكسيموم بارطاج باش تداوي الفايده اثاوين واذا كيساعد الدين ياكل لي زيلافنا دي ثمور هذه لي فيلاج لا فيل. وقي الجانب الوقائي. الجانب الثاني العلاجي وقي وضع الله العقوبات. قال لك اذا كان الانسان لا ينفع معه الإيمان ولا العبادات ولا الأخلاق
فالله وضع العقوبات. إذا كان نكشم مباشرة ما هي العقوبات التي وضعها الله، فهناك ثلاث عقوبات. العقوبة الأولى تسمى القصاص. عقوبة ثانية الحدود، الحد. العقوبة الثالثة التعزير. ثلاثة. القصاص يمس البدن، الجسم. إذا قتل الإنسان إنسانا عمدا، نهضر في الجريمة، فالعقوبة أن يقتل. تسمح عائلة المقتول ويدفع الدية، أي مبلغ من المال. وقناص القصاص. إذا القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. يروح واحد باش يروح مثلا يدخل داره ويعميه باش يسرقه عمدا، القصاص هو العين بالعين، والسن بالسن، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، وكم يسقارن القصاص. العقوبة ما هو كيف تسمى القصاص. أكينين دي البكالوريا ما هو المقصد؟ مقصد هذه العقوبة حفظ النفس. حفظ النفس. النغال الحدود. إذن القرآن هل تحفظ آية في القصاص؟ كثير من الآيات، مثلا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والجروح قصاص. كلمتين تحفظ سهل. والجروح قصاص. وجي إذن من حيث القصاص. الثانية الحد تعريف في نص في الشرع أو في الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة يحددها ربي، حددها الله سبحانه وتعالى، وهي خمس يقول هذيك من داخل الحد 5. حدد الله العقوبة تسمى الحدود. إلى حد الزنا 100 جلدة وهي الفاحشة. حد القذف، ما تقذف ضيون تشوه سمعته 80 جلدة. ما يهمش شحال 80 100 وقلت سكنة تصنش نشتاقي البكالوريا، المهم تصير أنه حد شرب الخمر وهو 80 جلدة. حد السرقة وهو قطع اليد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حد الحرابة، لازم كاينين ولا فاهمة كلش. الحرابة هو قطاع الطريق، أعلنوا الحرب على المجتمع، فالقاضي يمكن أن يقتله، يمكن يقطع يداه، يمكن نتذي والد ما أشو يرتكبا. إلا 5 قلن حدود. دوك ما ينسد حادثة في السرقة الحد. كاين ما هو نوع العقوبة الحد بالضبط أشوت هو قطع يد السارق. وقال سيدنا الحدود. ما هو المقصد؟ 5 يقاشوثن: شرب الخمر حفظ العقل، الزنا والقذف حفظ العرض، الخمر حفظ العقل، السرقة حفظ المال. إذن من الحرابة إذن حفظ كل المقاصد، خاطر وين ما يلزم فريد يضيع الأمن ويعتدي على النفس ويعتدي على العرض ويعتدي على المال. فاش تجي حد الحرابة ومنسمى كل اسماس الحرابة، خاطر ربي سماس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وكذا اسم ياسن ربي حرب على المجتمع. وكذا جي الحدود، وكذا جي الحدود. والثلاثة العقوبة الثالثة شو؟ التعزير ذي اللغة هو التأديب. التأديب باقي التعزير راكي خدمة الصحابة. أمزوالوك خدمة تأديب عمر بن الخطاب. أفين يخدم؟ خاطر يولى في بعض الأحيان هنالك بعض الجرائم لم تصل إلى الكبائر في القرآن، لا القصص فيها ولا الحدود فجعل ما يسمى السجن للتربية. وجي عقوبة ممكن نسمي العقوبة يجي التعزير. إذن هي عقوبة غير مقدرة شرعا. من الذي يحددها؟ الحاكم، القاضي،
هو الذي يحدد لنا التعزير. التعزير إذن هي عقوبة ثلاثة قلان: القصاص، الحدود، وخمسة قلان داخليس، والتعزير. أنوليت ولا يزمر قبل كفواكي أنولي الأسئلة نون أنا شوية أفنشتاي يزمر كيني يون أدفكن مثلا سؤال أكينين هذه العقوبات لها خصائص، ماشي كيف من القانون أي يخدم الإنسان، خصائص تمتاز. بماذا تمتاز؟ بماذا تمتاز؟ السنيض هي عقوبة شرعية، أي الله الذي وضعها، هي عقوبة عادلة، هي عقوبة تمتد لنا ذي الحادث من السرقة فيها المساواة، لا نفرق بين الناس، ولا نفرق بين الغني والفقير، وبين القوي والضعيف. رابعا فيها الرحمة، أخطر ند يمكن مثلا ذي القصص أن يعفو عائلة المقتول، تعفو أنه حال دية أنه يمكن إلى الشك في الحدود فلا نطبقه، لكن يبالك وقيل دواقي سي با سور الشهود نفيون سي با سور فلا نطبق ما يلي الشك. فإذا تمتاز بالرحمة، الرحمة إذن 4 كلمات ما يلي يسد سؤال مخ بماذا تمتاز العقوبات في الإسلام؟ هذين هي عقوبات شرعية، عقوبة عادلة، عقوبة فيها الرحمة، عقوبة فيها المساواة. أثن كفى درس النظام ويمنقر العقوبات أو منهج الإسلام في محاربة الجريمة والانحراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أندا نحفز أنا خدمك الدروس أندا نحفز وقال السؤال يقول قاثي ديني لي فقط من نعطي أنا كنحفز لكن بعد أديس السؤال نو أنا نحفز ندك سن 3 دروس تزامثن حاجة الوداع، علاقة المسلمين بغيرهم، والبيوع أو المعاملات الجائزة 3 ياكي. هناك الدروس الأخيرة مستبعدة ولكن يزمد السؤال كثني غريون سلعقل، وهي حديث الحرية والميراث وكذلك وس 3 الربا. وقال لك الدروس اللي نقولها كذلك ديك شمر الدرس وس 4 النسب، الكفالة، التبني، ولكن زمد يغلي سؤال بقول لك Taka inek je m'adresse pour les étudiants, partagez, c'est dans votre intérêt, صحيح Taka. Déjà dit, on n'a pas pu cette chance. Barakallahu fik الشيخ الله يعزك Taka. أثنى حكيمك شمد الله يعزك حكيم. نذاك شمد دونك نكمل لقينا الشيخ الربا ثيم غارة في مارا الربا أثيد نشرح إن شاء الله الربا يا أثيد نشرح. بارتاجيتو معنا، بارتاجيتو ماكسيموم. Partagez des YouTube, la chaîne en même temps. Inch'Allah في ميزان حسنات. إنك تعرف كلك صحابة الشيخ. أشو صحابة؟ أشو لين صحابة؟ تعرف صحابة؟ هاي سهل. يزمد فكنا عائشة رضي الله عنها تمتثن في أولا تمتثن في زوجة الرسول، ثانيا بنت أبي بكر الصديق لاسم أبي بكر الصديق، والثلاثة عائشة هي من أعلم وأفقه الصحابة 3، والرابعة ماتت سنة 57 اللي كيدينا 58 هجري. فوالا 4 فراس طريق سامبل. هي زوجة الرسول تمتثن زوجة الرسول يلسن أبي بكر الصديق بنت أبي بكر الصديق، وهي من أفقه وأعلم الصحابة، وصرفها تموت 57 أو 58 هجري أميت كفت صحيح. أبو هريرة ما يسد أبو هريرة تم زواروث دخل إلى الإسلام متأخرا قسوي 7 هجري، وأكبر راوي للحديث ويسن أكبر راوي للحديث. والثلاثة أبو هريرة هذه كنية لقبه الرسول أبو هريرة، نسي اسمه عبد الرحمن بن صخر وهو من اليمن. وصرفة أم عائشة مات 57 58 لكن دينا 58 هجري. داير إذن تقزلن أف عائشة رضي الله عنها 4 سن صحابة يجي يتكن أون جينيرال.
إلا أنواع الحديث نيرني قلان وش في غرا المهم إلا صحابي نثيد ثيدني ذاكي با بروبليم. الوقف الربا، المقصد والقسم ما الفرق بينهما؟ إن دا وقي حميد دي يوتيوب إنك المقصد والقسم أشو الفرق؟ المقصد لان ثلاثة دننا ضروريات الحاجيات والتحسينيات، ثلاثة قلان زمان كاينين تحت أي قسم مثل دا سؤال النظام دا كيفانا أهضر في حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. هذه وقيل القسم المقصود هو خاطرني تحت أي قسم يندرج كيفانا هضرنا في خمسة ياكي سي كلار. ما إلا خطأ في المقصد قلنا ما هو المقصد؟ لا كيسيون دا سكاكي. النعمان، نعم النعمان هو أول صحابي جليل، نعمان بن بشير، هو عم يقانا كي نعمان فهو صحابي صغير، ذذس صحابي وهو البشير، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، الولد يعني مباشرة السنة الأولى من الهجرة. لم يروي كثير من الأحاديث، حوالي 160 كامل 167 بابري حديث. هذا هو ما الدنيا واحد ثلاثة أربع أفكار تكفي، ماشي حياتي سكاد الدنيا. نكمل ثورة نكفى أنوغال مصادر التشريع تكنتني داتاس ومنقر الإجماع فيسبوك أنتكمل يذون. إذن نروح الدرس مصادر الإجماع. زروث لابد أن نفهم ما معنى الإجماع. الإجماع وجد في عهد الرسول، لم يوجد في عهد الرسول الإجماع. الإجماع بدأ في عهد أبي بكر الصديق. في عهد أبي بكر الصديق جمعوا صحابة في عهد أبي بكر الصديق، نجمع الصحابة يوكن أد جوبا ويقذيك سقسا في سقسين ولا لا تلا ميراث الجدة كم تاريث الجدة. فأبو بكر الصديق شاور الصحابة هل هناك آية أو حديث؟ قالوا لا يوجد آية ولا حديث. فاجتهد أبو بكر الصديق، قال أن الجدة يقصد بها الأم، الأم يقصد بها الجدة، والأم ترث سدس 1/6 مايلين الأولاد طبعا ونكتب التفاصيل. فاتفق جميع الصحابة في الأخير أن الجدة ترث سدس، الجدة تساوي 1/6 سدس مسني لس تساوي لو 1/6 الجدة. وكما قال إجماع، أجمع الصحابة، أي هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول على حكم شرعي. اتفق كل المجتهدين sans exception، كل يتفقون جميع المجتهدين، نسميه الإجماع والاتفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتفق ولا تجتمع أمتي على ضلالة، وقيل الدليل الإجماع، وقيل معنيس إجماع اتفق اليونانيميتي. انبات لن نوعين من الإجماع، إجماع الصريح، إجماع السكوتي. من أنا وندش حال إجماع نوعين أفين غلنسين أخطر يمكن سكت بعض المجتهدين لم يصلوا للنتيجة، سكتوا ولم يخالفوا، سكتوا، أسميه إجماع السكوتي. ما إلا اتفقوا كلهم صراحة نسميه الإجماع الصريح. إذا جاء تعريف الإجماع السكوتي ولا الإجماع الصريح، الدينيني الإجماع الصريح هو أن يتفق جميع المشاهدين صراحة ولا يخالف واحد منهم. أما الإجماع السكوتي هو أن يسكت بعض من المجتهدين ولا يخالفون، هذا إجماع سكوتي. لكن في كيد الأمثلة في الإجماع، أثنى بدأ المثال الأول أن الجدة
ترث السدس. يمكن يأتي مثال آخر: أجمع الصحابة على كتابة القرآن في المصحف، جعلوه مصحف كتاب، يقال كتاب، وقيل أجمعوا في عهد أبي بكر الصديق، أجمعوا في عهد عثمان تشكيل وتنقيط القرآن. زيكو سهل الشكل. إذا في عاون تروز إكزومبل: الجدة السدس، كتابة القرآن في مصحف قرآن. إذ وقيل الإجماع. سي بيان، سي كلير إي نت. لا ديفيرونس أونتر الإجماع أكد المصلحة المرسلة. إند ليلا فاكي لها سقسينس إنايك ما هو الفرق بين الإجماع، مراتب الإجماع؟ لا يطلب مراتب الإجماع، لا بزاف بور ليلاف طلبنا راه مراتب الإجماع. دقيقة كان نوليوك لي سقسيني دوسان في الإجماع: هل يجب أن نذكر الأشخاص الذين يرثون بالفرض؟ لا ليس شرطا أن نذكرها، أن نعرف فقط بعض الأمثلة. ما هي مرتبة الإجماع؟ هذا العنصر غير موجود، مرتبة الإجماع. دونك سي با لا بين يولد ديرنو ينو لحد ديال البرنامج. أسقسي النظام يديو سانك مثلا دي يوتيوب إند الفرق بين المصلحة. وقبل أن نوحى الفرق نكمل جوستومون وكنا نفهم المصادر راكي. إجماع سي بون. نروح دابور القياس. القياس ذي اللغة يبان أخيني ما هو قيس، ما هو مقياس هذا القسم، أي كم يساوي. كم يساوي يعني ما يسمى ب لا سوبرفيسي، قياس تقدير، كم نقدره كم، وقيل قياس في اللغة. أما القياس في الاصطلاح ونفكر التعريف سهل ومهل، أم يقال سهلا ومهلا. القياس شوث أدنوي في القضية، قضية يجي تجضيط ولا حجت في عهد الرسول أتتولي لقتي لي حرام أتتولي لا يوث القضية النظام تمشى فيها الغورس، قضية أخرى تشبهها مذكورة في القرآن أو في السنة. هذه القضية التي تشبهها في ماذا تشبهها؟ في الصفة في صفتها. نأتي بمثال: المخدرات مسألة غير مذكورة، غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة، ولكن تذهب العقل. الصفين، صفة العلة صفة تذهب العقل. تشبه المخدرات الخمر، والخمر يذهب العقل، الصفين يذهب العقل، فهو حرام حفاظا على العقل. فالقياس ما هو أن نسوي الفرع هو مسألة غير مذكورة في القرآن والسنة، نسميه الفرع. نسوي الفرع بالأصل في الحكم، يعني نجعل الفرع يساوي الأصل في الحكم. الأصل هو المسألة التي تشبهها مذكورة في القرآن أو في السنة، والفرع مسألة غير مذكورة لا في القرآن ولا في السنة. ما دام تشبهها في العلة، دول شغلي فسني وقي أربعة يقي ذو كذا كذا الأركان بري: الفرع، الأصل، الحكم، والعلة. العلة السبب. إذن القياس هو تسوية الفرع بالأصل في الحكم أذوال السن حرام أفيغا، لأن لهما نفس العلة سبب كيف. دونك يا كات بارتي ذي القياس، ما تفهم الطل تفهم كلش: الفرع، القياس، الحكم، والعلة. الفرع مسألة نبغى نقيس شغل المسألة أما تسمي يعني المشبه أما اللغة، والأصل المشبه به أرغوصة يتمشافي. الحكم أي الأصل لاقي حكم الشرع عليه، إن ربي حرام، إن فرض، إن واجب. أفيغر خاطر تسعى العلة السبب، أفيغر حرام لأنها تسكر أم الخمر كمثال. إذن القياس هو أشوث أن نسوي الفرع بالأصل في الحكم
لأن لهما نفس العلة. سي طريق سامبل أن نسوي الفرع بالأصل، أي نجعل يساوي. في ماذا يساوي؟ في الحكم. أصل حرام، الفرع يصبح حرام، ومنكر نسويهما في الحكم. لماذا؟ لأن لهما نفس العلة، عامل مشترك ماتيماتيكمون وكذا سيونتيفيك سنن مقان العامل المشترك. جوستومون العلة هو العامل المشترك بين الأصل والفرع. أما المسألة يجي هو الإسكار. وجي ذي القياس أشيني ثنا أركان القياس 4 ثن هضيت في الأصل، الفرع، الحكم، والعلة. أشيني يعرفها يسهل. الأصل هو ما ذكر في القرآن، هو مسألة أو أمر مذكور في القرآن أو في السنة. الفرع هو الأمر الذي غير مذكور، يحتاج إلى الحكم، يبحث. الحكم يمكن يكون حرام، حلال، مكروه، مندوب، سا ديبون المثال. العلة هو السبب أو الصفة المشتركة بين الفرع والأصل. أكيني توقف كي الشروط، كان شروط القياس. السنيض الأصل لابد أن يكون دائما مذكور في القرآن أو في السنة. شطو السين لابد أن تكون العلة تساوي تماما بين الفرع والأصل. شرط النظام أن تكون العلة واضحة مفهومة. أمذاقي الإسكار فهمها فشوت إلى قتلي واضحة ومفهومة. فكيد بعض الأمثلة في القياس أنه أمثلة سهل. أمثلة مزولة وقيل مخدرات تقاس على الخمر. والسين حرم ضرب الوالدين قياسا قول أوف. ربنا لا تقل أوف ولا تقل لهما أوف. دونك الضرب أكبر من أوف، إذن هو حرام قياسا على ماذا؟ على كلمة أوف. حرام الحكم. السبب إيذاء الوالدين، أخطر تؤذي الوالدين فهو حرام. السبة كيف أتوطط نا أترقمط نا أسينيض أوف حرام كويك. دونك قياس اف كلمة أوف أصل خاطر ربي دي ذكرن ديال القرآن الكريم كاع لي زيكزومبل للقياس. ما كدير كي دليل القياس دليل. السنيض جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت فقالت له إن أبي مات وعليه حج. الناس ذا يموت وكان المفروض يحج ولم يحج. الناس هل أحج في مكانه؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لأبيك دين وكان يسعى ذم الدين وقضيته تريط هل يجزئه؟ الناس نعم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك دين الله ودين الله أحق بالقضاء ودين الله أحق بالقضاء. الناس إذا نشوف خدم الرسول ماذا فعل؟ قاس بين الدين والحج، يخدم قياس. وقيل الدليل القياس عند العلماء أنه المصلحة المرسلة وكنا نكفو مصادر التشريع. المصلحة ذي المنفعة سمانا مرسلة أخطر المنفعة يجي ذي مدني تيخدمن ولا نسلها ذي القانون خدمن قانون المرور. هل إن ربي خدمت؟ نو. هل إن تخدم لا؟ نو. أفكيس مصلحة مرسلة أي لا هي منفعة لم يأتي الدليل على وجوب فعلها أو عدم فعلها. فوالا سي طريق سامبل تعريف الناس. هي منفعة رآها العالم، رآها رجال القانون، رآها رجال الاقتصاد، رآها ميخذ من البنك. مصلحة. المصلحة ميخذ من قانون المرور مصلحة. أشو الفايدة الناس؟ مقاصد الشريعة. أدنو على المقاصد: حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال. إذا المصلحة يجي هي المنفعة التي يراها القاضي، الحاكم، العالم في جميع الميادين. إذا المصلحة هي المنفعة التي لم يأتي الدليل
على اعتبارها أو إلغائها. المصالح هاكي ونقال مصالح يوك القوانين يخدمنا اكتوالمون قناص مصالح يوك القوانين ذي الاقتصاد ذي العلم، قانون في الاجتماع، قانون في العلم، يوك القوانين مصالح مرسله كلش توثيق العقود هاكي يوك لي لوا مصالح مرسله. دونك كاينه ديال سنه مصلحه مرسله. نيمبورت كال لوا داز ديال البكالوريا فهي مصلحه مرسله اون جينيرال 99%. اكينين في كيد الدليل حجيه المصلحه انوين ديجا لي زيكزامبلين ولا زقلينا ديال المصالح مرسله من ولا كتابه القران مصلحه مرسله لحفظ القران، مي خدم لنا السجن عقوبه عمر بن الخطاب فهو مصلحه مرسله ديال المصلحه مرسله. مي يعني الاذان الثاني عثمان بن عفان مصلحه مرسله، مشكل القران مصلحه مرسله، مخدم الاذان ثورة باغ اكزومبل داخل الجامع انزل الميكرو نسل مليح القران الكريم مصلحه مرسله. ما نخدم ثورة الدرس كاكي سل فايبر هاكي اسقرا سل لايفاكي التليفون كاع مصلحه مرسله. اذا يركل اين ينفع ذي الدين ذي الاخر ذي الدونيس ذي فهي مصالح الانسان مصالح وربينا يكوك المصالح هاكي الهات واش نبركسا شروط اكينين مام ديال الباكا كيد شورت السنين لقاتيني مصلحه ياكي المصلحه عامه مصلحه عامه الا لقاتيني مصلحه يقينيه سور، الا لقاتيني مصلحه لا تخالف الشريعه، الا لقاتيني مصلحه تاتي تحافظ على مقصد من مقاصد الشريعه اتشكشم ديال الدين ديال النفس نعضي العقل نعضي المال انسي سويت تساقيد المصلحه المرسله. دونك كما قلنا ليلاف حميد إن ياك لا ديفيرونس اونتر المصلحة إدينا والإجماع يعني تري غران ديفيرونس. الإجماع سي لونانيميتي يركلي مي كل العالم أشو الدليل ينس المصلحة شغل الدليل واحد يس، أما الإجماع ما نتفق يركلي يعني غران ديفيرونس. الإجماع يستلزم باش لي كلهم يتفقون، المصلحة يمكن واحد عالم يأخذ بالمصلحة والآخرين غير متفقين، يمكن عالم يقول كي يجوز هذا الأمر هذا نديرو لأن بناء على المصلحة. يعني غران ديفيرونس وتقارنا لا كومباريزون يعني سي لوان خاطر واش تكومباريز وتمشى فينا جيتو تمشى فينا. الإجماع لوي مام زمرنا ذيلين يكونوا بعض من علماء داخل هذا الإجماع أخذوا دليلهم هو الإجماع، يمكن واحد دليله القياس، يمكن آخر دليله الآية، كل يوم نشوف فوالا. سي كوا شروط العلة نهضر في الله سود الحقدارة نناد شروط العلة بونسوار مليكة نناد شروط العلة نناد أن تكون العلة ذي القياس أن تكون واضحة مفهومة، نناد كذلك أن تكون العلة مساوية تماما بين الأصل والفرع إلى قاتل مساوية. سين شروط هم الأهم. نكفى مصادر التشريع النوح أريون الدرس كذلك تكنتد مليح لان سين دروس مهمه لقات نخدم الساقي خاطر الصح الدروس كي مزوره. والدرس الصحه النفسيه والجسميه في القران الكريم، الصحه النفسيه والجسميه في القران الكريم. اذا الدرس كيف ياتي في البكالوريا؟ تاتي مثلا ايه او حديث تتحدث عن الصحه، والسؤال ياتي الآية أشارت إلى المحافظة على صحة معينة، ما نوع هذه الصحة؟ اشرحها. هذا السؤال نظن كيف يحافظ الإسلام على هذه الصحة. إذن هناك نوعين من الصحة النفسية والصحة الجسمية. إذا جاءت الآية تتحدث على الإطمئنان، تتحدث على صفاء القلب، تتحدث على الإخلاص في القلوب، تتحدث على أن القرآن شفاء لما في الصدور، تتحدث الآية على أن الله ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا صحة نفسية واضحة. تتحدث على الصدر،
على القلب، على صحة البال. الصحة هذه الصحة النفسية، تتحدث على الصحة النفسية. إذا جاءت الآية تحرم أن نتناول شيئا لكي لا نمرض، صحة جسمية، تأتي الآية تأمرنا أن نتطهر، نغسل، الغسل فهو صحة جسمية، يهدر في الجسم، واضح. الآية تتحدث على الصحة الجسمية، فهذه نوع من الصحة التي تأتي عادة. الله عز وجل يقول مثلا حرمت عليكم مثلا الميتة والدم ولحم الخنزير، حرم هذه الأمور، واضح، ليحافظ على الصحة الجسمية، ليحافظ على الصحة الجسمية، واضح. إذن هنالك نوعين من الصحة النفسية والصحة الجسمية. من بعد يأتي السؤال: كيف يحقق القرآن نغ الإسلام الصحة النفسية؟ أنه ولا الكور ذا قلت ولد الكور شو دينا أتفضل. هنالك طريقين كيف يحافظ عليه. كيف كان يفان هو تقوية الصلة بالله، وعن طريق الأخلاق، وعن طريقة تقوية الإيمان، وطريقة الأخلاق والعبادات. تلقى الصحة النفسية. من بعد التلميذ إذا كان يحفظ الآيات مثلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مثلا الآية قد النية وننزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم لو لايف ناهي البوكس سي الانترنت نصح مرة يتلي فاصل، ولكن معليش نتكمل نكوني أخر يون نتكمل أنا ما نخدم اون فيزيون جينيرال. وإذا منقن كوني إذن عن طريق تقوية الصلة بالله، ويدخل كذلك فيه الفهم الصحيح للوجود والمصير. يعني هذه فهم الإنسان نمانيس، هذه فهم يعني سوى يلحو، هذه فهم الدنيا، هذه فهم الوجود والمصير. وكذلك يعني يدخل في الصحة النفسية، الفهم يعني الصحيح للوجود والمصير، أن يفهم أن الله عز وجل خلقه للآخرة، أن إذا ضاع شيئا له في الدنيا فالله يعوضه له يوم القيامة في الآخرة. يعني يفهم أن الله خلقه ليعمل الخير ويتبع طريق المستقيم. وكذلك والطريق وهو الفهم، كيف نسميه؟ الفهم الصحيح للوجود والمصير. الصحة الجسمية أكيني زمن ثانية، كيني التعريف الصحة النفسية. الصحة النفسية يفان هو أن يكون الإنسان طبيعيا خاليا من الأمراض النفسية، ويسعى ومنقن كوني العقد النفسية، أن يكون إنسان طبيعي. أيش بقي دقي السياسة هذه الويفي بور وقال خطأ من ديت بقي كونيكسيون فان توالد الويفي. إذن أكيني كيف يحقق الإسلام الصحة الجسمية؟ يحقق عن طريقتين: الالتزام بالسلوك أو بالسلوكات الصحية. شو المعنى الوقاية؟ الالتزام. شو اللي نجيس نيان كذلك الالتزام العلاج، يمكن الإنسان إذا كان مريضا يعالج بدنه ويعالج جسمه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتداووا ولا تداووا بحرام، خير الدواء الكي. تصيق لن نشتاقي إلا الوقاية من الأمراض، أن لا نقترب للنجاسات إلى غير ذلك. وقال الالتزام بالسلوكات الصحية وعدم والبعد عن كل ما هو حرام. وغير كل الالتزام يلتزم بالسلوكات الصحية. وقف في الأمر الأول. الأمر الثاني المذكور من الوقاية كذلك يدخل فيه الإعفاء عن بعض الفرائض. ربي سبحانه رخص للمريض أن يستعمل التيمم، رخص للمريض أن لا يصوم. إذن ما تسد الآية أني مثلا فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. السنة ذاك ربي في صحة الجسم، واضحة صحة الجسم. لكن ما هو الطريق بالضبط؟ السنة ذاك الإعفاء عن بعض الفرائض. إذن ما يسد التيمم كيف إذن طريق المحافظة على الصحة الجسمية للسن فردان الالتزام بالسلوكات الصحية وهو الوقاية من الأمراض والعلاج. وكذلك الأمر الثاني الإعفاء عن بعض الفرائض.
ربي يعني رخص التيمم، رخص للمسافر قصر الصلاة، ورخص للحامل لا تصوم، ورخص الرخص. آيات من الحاجيات من الدروس فيما بينها الحاجيات وقيم نقال إذن الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم. ثم إلى حدود نظيرة فلس مهم أكيني بار إكزومبل سوفغيت أدنفك الآية أي آية سوفحيد الحكم خاطر ساعة ان بوان توجور الحكم والفائدة. أدفكن آية أي آية مثلا أي آية في قضية نعم تجد بار إكزومبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. استخرج حكما وتفلسفة راطس. ننظر إلى الآية واضح أن الصوم فرض. الآية تشير أن الله فرض علينا الصوم شهر رمضان. هذا الحكم فرض أوجب. أدنف الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. استخرج حكما. إذا كذا الحرام ذي الحكم تبين الآية أن الله حرم أن نأكل لحم الخنزير سكلار وتفلسفة راطس وخدمان الحكم على شكل يعني كيقولوا ان تيتر. آية خير تخمطك في الدنيا. الآية تشير أن الله حرم أو حرم الله كذا. أكيد نفكد الفائدة يسهل. بينت الآية أن شهر رمضان أنزل الله فيه القرآن أي جملة مفيدة. ستو جملة مفيدة سيسا الفائدة جملة مفيدة. بينت الآية أن المريض يستطيع أن يفطر في رمضان. حوج غاية دير الحرام مكروه سنة مندوب. المهم الفائدة. وقيل نشير إليه. وقي فيما يتعلق إذن المصادر نكفى أدنغال الدرس اللي أظن ميلو لي كيسيون امبورطونت. موقف موفق إن شاء الله شيخ الله يعزك عن طريق العبادة كالصلاة. نعم واضح ساكوبي شوية. نعم ساكوبي باسكو الذي لا 4 جي اريعتتوها الوي في فوالا صحاب يوتيوب افين شكتوها ان شاء الله سافا با كوبي وقال اريعتت الوي في. إباحة أكل رمضان للشخص المسافر والمريض. نعم وقال كذا الأمثلة وهي الوقاية والإعفاء عن بعض الفرائض. ما هي مرتبة الإجماع؟ الند وليش مرتبة الإجماع ولا حدث كعنصر سي كوا السوجي الند السوجي بوساكي سير كل الدروس التيرمينال. القيام نبرد القيام والتغارة الربا مازال خطأ القيام اي لو بلوز امبورطون. أولا القيام هي الأخلاق. القيام هي الأخلاق هي الأخلاق الحميدة التي جاء بها القرآن. القرآن جاء بالأخلاق مثل الإحسان والصبر والصدق والحياء والمودة والتعاون والعدل والشورى. هذه هي القيم. القيم أشحال أنواع القيم إنسان؟ 3 أنواع. قيم فردية قيم أسرية واجتماعية وميم طون وقيم سياسية. 3 أنواع من القيم. قيم الفردية أنواع 3: الصدق الأمانة الحياء. هذا نوالا غرصت. القيم المودة والرحمة عشرة بالمعروف والتعاون. سنة أسرية يوثي اجتماعية وهي التعاون. القيم السياسية 3: العدل الشورى والطاعة. أمكد يسدي الباك أدس الآية إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أكيني في الآية قيمتين من القيم استخرجهما وبين نوعهما. كان هنالك قيمتين سفغ ثنتيت ورد القسم نست عن نوع نست واشرحهما. داود الآية
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القيمة الأولى الأمانة. الأمانة. القيمة الثانية العدل. الأمانة قيمة فردية. العدل أسر قيمة سياسية. هكذا يشرحهما كان يشرح ولي مليح لا استراتيجي ثم زواروث خاصو دنانانا أتخمض تعريف. عرف القيمة. عرفها تسنث تأتي بما تعرفه من شواهد آيات وأحاديث، تأتي بالآثار، الأمور يعني الجميلة التي تأتي بها هذه القيمة. مثلا الأمانة هو أن ترد شيئا لصاحبه ولا تأخذه. زمان داود الجملة كتشينا كاكي خاطر المفهوم ماشي التعريف اللغوي الدقيق، نو. أدينين الصدق هو قول الحق وهو ضد الكذب وهو مطابقة القول مع الواقع. لكن داود التعريف المفهوم للأمانة. الحياء هو خلق من الحشمة وخلق يمنع الإنسان من ارتكاب الحرام. يمنع الحياء. أدوات تعريف لابد من تعريف. هذه دوات مم سقروي لابد أن تأتي بالتعريف وبالمفهوم حسب ما تعرفه وتفهمه. لابد من المفهوم. ثم تذكر ما تحفظه من الآيات. مثلا الصدق هناك صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جهلا. مثلا الحياء لا يأتي إلا بخير، وقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الحفظ. إن الحياء لا يأتي إلا بالخير، وقي حديث حفظ مثل الحياء لا يأتي إلا بالخير. الأمانة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا في قومه، وقي الدليل وكان يرد الأمانات. ويوم الهجرة إلى المدينة كلف علي بن أبي طالب ليرد الأمانات. أود القصة هي جدا يختورة في الأمانة، وقد الدليل هو الشاهد. مثلا بود القيم ثلاث أنت فكت الأثر واللي مليح ينطر استراتيجية في الأثر. إلا الأثر يعني مش بين كل القيمات. حفظي فوق خطر يور كل القيمات أمزور الأثر أن الله يرضى بالإنسان الذي له هذه القيمة. يوك القيم يوك سونز اكسبسيون رضاء الله سبحانه وتعالى يوث سناث نيل الأجر يوم القيامة. يور كل القيامة الزمرضة تفتض الأثرك نيل الأجر يوم القيامة. ثلاثة سبب من أسباب دخول الجنة. ثلاثة يجي الزمرضة أتي تفكت بولي يور كل القيام يتسعى. أبري تزيد بعض من الأثر الخاص. مثلا إذا تحدث عن القيم السياسية تزيد ما له علاقة بالسياسة. تقوية مثلا الروابط بين الحاكم والمحكوم، تكون الدولة قوية، يكون هذا النظام قويا، ينتشر الأمن في المجتمع، وقاقي خاصة بالقيم السياسية. ميل القيم الأسرية تزيد أثر الأسرة، ينتشر المحبة والأخوة داخل الأسرة، يتربى أفراد العائلة والأولاد في جو من وكنف من الرحمة والمودة. تزيد بعض الأثر التي لها علاقة بالأسرة. القيم الفردية حب الناس لهذا الشخص، حب الناس له، والناس ربما يسألونه الإنسان الصادق، الناس ربما يتركون أمانتهم عنده لأنه أمين. هذا أمور التي لها علاقة بالفرد. هذا هو الدرس القيم. ثلاث قيم أخرى أسرية. المودة هي المحبة والرحمة بين الزوجين.
المعاشرة بالمعروف هو المعاملة الحسنة بالخير بين الرجل والمرأة. تعاون هو أن يتعاون الناس فيما بينهم، وأمرنا الله بذلك: وتعاونوا على البر والتقوى. العدل عرفناه فيما مضى، وهو أن نضع الشيء في مكانه. الشورى هو أن نطلب للناس أو أن يأخذ الحاكم رأي المحكوم. الحاكم يأخذ آراء المحكومين. الشعب كما نقول نحن الديمقراطية يشبه ما يتعلق بالديمقراطية، هو أخذ آراء الناس، أهل يعني الرأي، أهل الرأي يعني بشروط غير ذلك. هذا يعني شيء آخر، هذا هو الشورى. أما الطاعة هو أن تطيع الحاكم. الحاكم العادل نطيعه. حاكم يعني المسلمين أوجب الله طاعة: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أكي أمر الله عز وجل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطاع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو القيم. أنولي ثرى قيم فردية سياسية: الأمانة والعدل، وهو صلى الله عليه وسلم نعم والرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين كما ذكر الشيخ توفيق في يوتيوب. نعم أنه تبارتاجيت مازال يعني بعض الأمور. الحياء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تستحي فافعل ما شئت. نعم صحيح، هو حديث: إن لم تستحي فافعل أو فاصنع ما شئت. نعم. السلخي الدار. نولي الميراث باقي نيك الميراث. ما هي مرتبة الإجماع؟ إباحتك رمضان دونك دقي تولي الربا وكذا الميراث قيمة النخ مثنيت. شكرا. ما هي الإجماع؟ دونك أنا نولي أمي قالك كيثورا الميراث. أولا الميراث الكلمة يجي الميراث، كلمة الميراث وهو الشيء الذي يتركه الميت، قرص الميراث. أما علم الميراث، علم الميراث هو العلم سمسني الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث وكم يرث. تروشوس وقد العلم الميراث. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن خاصة في سورة النساء، عندما ذكر مثلا لأمه السدس، لأمه الثلث، ولهن الربع مما ترك، ولهن الثمن، ولهم النصف إلى غير ذلك. فقد ذكر الله للذكر مثل حظ الأنثيين كثير من الآيات. العلم جي يسعى من قركني علم الميراث جي علم الميراث له ما يسمى أسباب. ما هو السبب لكي ترث؟ ما هو السبب؟ إما أن تكون قريب قرابة، وإما أن تكون زوجا، أي فيه سببين. إذا جاء السؤال ما هو أسباب الميراث، سببين لكي ترث: إما القرابة إما الزواج. الزوج يرث من الزوجة، والزوجة ترث من الزوج، والابن يرث من الأب، والأخ يرث من الأخ، الأخ يرث من الأم ترث إلى غير ذلك. فهذه يسمى القرابة. سببين. أكيني أركان الميراث ثلاثة: الوارث الذي يرث، الحي، والمورث الذي مات، والموروث أي تركة أي ما تركه الميت. ثلاثة: الوارث، المورث، والموروث. قناس التركة وقناس الميراث. أكينين ما هي شروط الميراث؟ إسهال. شروط الميراث: أن نتأكد أن الوارث حي. أشوفوا مملح. أن يتأكد أن الوارث حي. أن نتأكد أن المورث مات. نتأكد أنه مات. ثلاثة: أن لا يكون مانع يمنع الوارث أن يرث، مثل القتل يمنع. القاتل إذا قتل أباه فلا يرثه. ثلاثة: تأكد حياة الوارث، تأكد موت المورث، وعدم وجود مانع من موانع الميراث. أكيني التركة لها حقوق.
هل مباشرة لن 100 مليون ترك 100 مليون، هل نقسمه مباشرة على الورثة أم هناك حقوق؟ لا، هناك حقوق تسمى حقوق التركة. إذن هنالك 4 أمور. أولا نخرج ديون، ثالثا ننفذ وصاياه، ثالثا نجهز الميت. والترتيب بنص: أولا تجهيز الميت، يعني نجهزوه الدفن كذا من أموال الميت. نرد الديون، 2 ننفذ الوصايا، ورابعا نقسم الميراث على الورثة. 4 مرتبة. وقاقي قناة العنصر ينس حقوق التركة. الحقوق التركة يقدي جا 100 مليون سان الحقوق، ماشي مباشرة نوزعها على الورثة. نو، الدنيا لا بيمير دي شوز اد نكس نحو كل ما يتعلق بالميت، تجهيز الميت. ثانيا نخرجوا الديون، الناس اللي تسلوا. ثالثا إذا كان وصى مثلا شوية تاع المال للفقراء نحيوه نمدوه للفقراء، الوصية. رابعا نقسموا التركة هذه على الوراثة. الآن كاين ممكن يأتي سؤال: طرق الميراث. كاين طريقين الميراث كيفاش نوزعوه. كاين إما طريقة الفرض، إما طريقة التعصيب. هذا صعب في بعض الأحيان باش يفهموه التلميذ، ولكن هو سهل في الحقيقة. طريقة الفرض أي حدد الله كم ترث: 1 sur 2، 1 sur 3، 2 sur 3، 1 sur 8. حدد النصيب. إذا طريقة نسميوه بالفرض لأنه محدد. طريق آخر يسمى بالتعصيب أي غير محدد، يأخذ كل المال أو جزء المال أو ما بقي من المال، وقي غير محدد نسميه بالتعصيب. كاين طريقين: بالفرض، بالتعصيب. الفرض أي حدد له كم يرث بالدقة بسهم معين كالكسر، مثل 1/2. واضح، ويقاس بطريق الفرض. أما الطريق الثاني يسمى التعصيب أي لم يحدد له، بل يأخذ كل المال أو ما بقي من المال، يسمى طريق التعصيب. وقيد الأساس ديال الميراث: التعريف، أركان، أسباب، شروط، وطرق الميراث. 5 يجي، هذا هو الأساس. الربا، نروح الربا الذي سأل على الربا. الربا أغلبية العناصر ذي الحفظ: تعريف، زيادة، الحكم حرام، الدليل وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الرسول لعن الله آكل الربا، الحكمة أكل مال الغير بغير حق، طريق للاستغلال فيه الحقد والبغض والكره إلى غير ذلك، قتل روح التعاون بين المؤمنين وبين الناس، حكمة. أشو الأهم إذن دي الربا؟ أنواعه، هذا هو، وقيل لابد أن تفهمه جيدا. الربا نوعين: ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون، ربا البيوع. أما ربا الديون هو المعروف عندنا، هو أن يقرض إنسان لآخر 1,000,000 ويشترط عليه أن يرجعها له 2,000,000 بعد شهر. وقال ربا الديون وهو حرام. ربا الديون وقي حرام، ربا الديون وهو حرام. وقي قال ربا الديون. الآية نفس الآية، والحديث كاين عدة أحاديث على تحريم الربا. والربا الثاني قناس ربا البيوع، وله قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اشوث وهو أفين دابورس مانس البيع. ربا البيوع أخطر شغل ديال البيع ونديري ديال البيع. أدما الذهب بذهب، إلا الذهب البلون 18 كارا 22 كارا، وبدل نوع من الذهب بنوع آخر من الذهب، ولكن بغرام مختلف، 5 غرام بور 6 غرام، وقي ربا البيوع نوعه ربا الفضل، أخطر يعني تفاضل
2 غرام طروة وقي أفضل منه وقي قناة ربا الفضل، وهو نوع من ربا البيوع. ذهب ذهب، الرسول ماذا قال؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، إلى سور بلاس ونفس الوزن. الفضة بالفضة كيف كيف، التمر بالتمر، شاعر بشاعر. دي لقد الزرا عند يتسيلي الربا ياك البيوع، يتسيلي ذهب الفضة والنقود الأموالاكي، أموالاكي الكل لورو دينار. يتسيلي ذي كذلك ذي بعض من الطعام، ماشي كل طعام، إلا ذي التمر شاعر لو بلي، يتولي ليغوم الساك قياسا وكذا كان يكتيلي هذا ضاف تشينا البنان التفاح وقال شنو بدو واحد هذا وزال انشير طاوله بورطابل هذا ضاف طوموبيل، هذا لا يوجد البيع ربا كواشتاي نو، الامور قد الدنيا كان. دونك ذهب بذهب ما لا سور بلاص واقي بلوس افاقي بيع الصرفاقي المعامله ربا لا يجوز. الى 5 غرام كونتر 5 غرام، ما إلا الذهب بالفضة معليش 5 غرام كونتر 10 غرام من الفضة مي سور بلاس، ولا غادي لازم يدفك نهار الشهر ابر يدفك 10 غرام من الفضة نو سور بلاس. إما المي معليش ما يلي النقود وقد الطعام وين معليش هذا البيع ناس يعني بيع عادي، بيع عادي. أتفضل التمر التمر مختلف 2 كيلو 1 كيلو ربا الفضل، ربا الفضل. أم يقلق 1 كيلو كونتر 1 كيلو وتحوسها راكي لا كاليتي 1 كيلو كونتر لا كاليتي تفغيض الداغلين وتركات زنز. أم كيسينا النبي صلى الله عليه وسلم بلال بيع التمر يقول لنا فاشتري التمر الآخر. أنبدل تورا تمر بشاعر 1 كيلو غرام 2 كيلو غرام سور بلاس نورمال. مي وكان زكانا ابري اون سومان 1 كيلو 2 كيلو ابري ربا ولا قرا الامور قد الدنيا كلي ولا قاذلين افيك لو طون. ادي شم ربا النسيئه وين نسمى ربا النسيئه، ربا النسيئه كيف تشكرت نسميذ الساقي ازد فكاض 5 كيلو نا 10 كيلو ابري سومان تمر ربا النسيئه. النسيئه هو التاخير خطر الاجل ومنقر النسيئه. دوك ربا الفضل ربا النسيئه فوالا غابابري الربا. دا قلنا استاذ الحريه، الحريه ذي الحديث سهل وبسيط ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الحريه شخصيه انها لها حدود وليس للانسان ان يعمل ما يشاء. فذكر أن هنالك قوم دخلوا في سفينة، كاين قوم من الفوق والقوم من تحت، وهذوك اللي أصابوا لتحت كي يجيو يأخذون الماء يمرون على من فوق، يعني يجيبوا الماء كي يهبطوا لتحت كاين يعني كل مرة حرج، قالوا نخرق نثقبوا المكان تاعنا مادام المكان تاعنا تحت يعني سفينة القاع تاعها نديروا ثقب ونجيبوا الماء. قال كون يخليوهم تغرق سفينة والناس كلهم يموتوا. هنا إذن أن حرية الإنسان مرتبطة بحرية الآخرين، وهذا الحديث دليل على كذلك تغيير المنكر، لا يجوز نتركوه حتى تغرق كل سفينة. هذا هو الحديث يبين لنا أن الإنسان مهما كان حرا فحريته مرتبطة بحرية الآخرين، فلا يجوز له أن يفسد في المجتمع ولا يجوز له أن يضر الآخرين. دقين كفا كليكسيون تاع صحيح الشيخ الله يعزك، هل يدخل الربا في السيارة؟ الند لا يدخل، يقترض سيارة ثم رجعها بالوقود. إنك دقي اقتراض سيارة ثم إرجاعها بالوقود يمكن ما لا يدخل فيها في ربا دقوقي فيها. لماذا؟ لأن عندما تقرض أحدا شيئا تقرض تستعمله دقي تستعمل نعم يمكن يقول لك ارجع للسيارة بالوقود نعم، وقيل لا يوجد فيه ربا
لا يوجد، هذا ليس ربا، وقيل لا يسمى بالربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. اليوم يعني نعاش مع أصحاب البكالوريا كيجيز إن شاء الله شرفا. أدخل من مليح ديسي سهل إن شاء الله، يا خفيف أثني ثبت ربي إن شاء الله. دونك وقال الدروس وكل الأهم نجاوب تقريبا يركل في اللسن. نكتفي بونشتاقي ما ولا شي سقسيا. إذا كان ما عندكمش أسئلة نكتفي بهذا، فيها كفاية حوالي ساعتين أو أقل من 10 دقائق. On échange de l'or 50 grammes avec de l'or 20 grammes plus l'argent. ذاقي إذا كان sur place 50 grammes ذاقي avec 20 grammes plus l'argent، يقال 50 grammes d'or ذاقي استخلط يعني معاملتين، خاطر ما إلى الذهب بالذهب ثاني ند 5 غرام كونتر 5 غرام، ما إلى الفضة كيف ما إلى الذهب بالفضة يمكن يكون ماشي كيف أمر واضح. يمكن يكون إذا كان دخلنا هنايا عملة أخرى يمكن أن لا يكون فيه ربا. غرام افيك 20 غرام بلوس لارجون، ذاقي سا ديبون المعاملة تحتاج إلى التفكير. نعم كل قرض، إن كل قرض جر منفعة فيه ربا. نعم هذا الحديث موجود، كل قرض، ولكن ذاك ماشي قرض المثالي دي فكان تسمى ماشي للقرض، ماشي في كيس 50 مليون إناس نويد نو ند إناس تستخدم طونوبيلات تستخدم أمي قانا كيتورا إلا شو تستخدم ذيس ودتو غالا كيسونس ماشي كيف دايقي. أما المثال كل قرض جر منفعة وهو ربا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا أستفكضيون الحاجة أستيني لا ميم شوزك ديال مي أزدر نوض زيادة وينا أمم قال ربا. أنه على ردقي صحة الشيخ كن يا حوز ربي يثبتكم جميعا إن شاء الله. كل شيء مبروك صاحب لاسيكيم إن شاء الله. نعم النسب juste les visites c'est le nasab. Une révision pareil on histoire la veille du bac ça serait tellement génial monsieur que أزمر الصور جو بقيت نخدم. الأمثلة عن المقارنة بين عنصرين موجودة يا شيخ. لا السيارة الند ماشي كيف لماذا؟ لأن الوقود وتديرارة كيف لم نرجع الأمانة كما هي. أمر واضح واقي، أمر واضح. أزدرض الأمر أمثلة أكيني أزدرض ليسونس يبوتس ليسونس بعد واقي سنرى نظر فيك الربا. دوك سي با لا بين دانسيست. نعم ما إلا الساعة بعض الأسئلة نزكى إن شاء الله. تلميذ ما دي دم السوجينس دو باك ويتحوسالا رابيدمون دي ريبوندي نو. إلا قد يغير مليح من النص مهم، النص الآية أو الحديث هذي ولا شو يلان، هذي ولي شو المعنى يناس، هذي ولا شو بحفظ في الله، شو قسن، شو الدروس كتشم الآية كان الحديث، هذي عمق مليح في النص. مهم جدا فهم النص من البداية قبل بداية أن نجيب على الأسئلة. لابد من فهم النص جيدا. أمر ثاني لابد من قراءة السؤال من بدايته إلى نهايته، لأن في بعض الأحيان هذه مثلا ما نوع القيمة، بين آية تندرج تحت ماذا، بين أثرها. نقرأ الجملة للأسئلة ونضع خط تحت كل كلمة مهمة. C'est très important de lire la question du début jusqu'à la fin. إيوا كنا نفهم مليح ما هو المطلوب. الأمر الثاني إذا نقطتين، الفائدة هي، أو الأحكام نقطتين إذا كان حكمين، الفوائد هي. لا نخلطهما في عنصر فلا نعرف التلميذ أين هو الفائدة وأين هو الحكم. أشو نظن دي فوا ما يلي 4-5 أسئلة التلميذ يترك أديج شوية لسباس بعد كل سؤال. إذا تفكر في آخر
يعني الساعة حديث يمكن يزيد في الآخر. إذا كل سؤال لابد نترك له يعني سطر أو سطرين أو 3 أسطر حتى يمكن أن نضيف بعض المعلومات، بعض الشواهد. في قضية السؤال إذا جاء تحدث عن قيمة معينة، فالتلميذ يمكن أن يتحدث بغزارة، يعني يذكر يعني كما ذكرت الشواهد، القصص، الآيات، الأحاديث، الأثر، يكثر في الأثر، يمكن يكتب نصف صفحة عادي، يمكن يكتب صفحة عادي. الفوائد لابد أن تكون جملة مفيدة مختصرة، لا يجوز ولا يعني تكون على شكل فقرة، وإلا ليست فائدة صحيحة. فقرة لا. بعض الملاحظات، بعض النصائح، يون دائما دي صعوبة في التركيز وتتغو شيء، ويعتمد على نفسه، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يحسن الظن بالله وبنفسه، ولا يعتمد على الغش، فهذا حرام ما لا يفيد. فيعتمد على ما شرحنا، ويراجع تعريف اني حفظت نير كله، معنى العقيده، معنى مقاصد، معنى الوقف، معنى كذا، معنى يحفظ يعني هذه معنى العقوبه، معنى الجريمه، يحفظ. كنت نكتب في ورقه، يعني يسهل عليه ان يعيدها قبل بعض الدقائق، قبل نصف ساعه من الامتحان، حتى يعني لا ينساها. ان شاء الله يدنوسا ثاقران اللايف لا بريمير فوا نخدم اللايف ديالها كون ودي مزوره، سي لا بريمير فوا نخدم اللايف. لي اللايف يقول لاش ديجا زيك اصلا ولاش ثورة ديريكت سي تري بيان، سي وكن يعني اني لي مباشره نقد لي زيلاف وقد اون كونتاكت يدول. ان شاء الله اكون يوفق ربي، ان شاء الله ير كل يمثلام، اكون يصفرح ربي، اكون يثبت ربي ان شاء الله، اكون يسهل ربي ان شاء الله البكالوريا كي ان شاء الله تداوين 100%. ان شاء الله دائما كل يلا سكواس ربي توفق الولايه ناتي اللي تم زواروث ذي البكالوريا ان شاء الله، ولا سكواساكي اتي اللي تم زواروث، وان شاء الله يركو قادنين صغار نكوني خصيصا تي توتافي لوجيك وقادي صغاران كيني تمنى غاسن يعني هو كثي داوين يركو لي، ولكن سلام يركو قادني غير حمل لنا اتصل لي زيلاف اون دور اللي سينا دي فارالي اللي سينا التمور يركو لي داخل لافي اللي تمثيل يركو لي ان شاء الله يوفق ربي ان شاء الله. ان شاء الله هاتني صفر ربي، هذه صفر ربي يركلي ثرونا وكذا يركلي ذرونا، يا با دو ديفيرونس، يركلي عندما لا بكالوريا ازكى ان شاء الله هاتي ثبت ربي از تبورا نصواف ان شاء الله ذوال الفايده اين اي كثير كل ذي الفايده ان شاء الله. هذه سعوف لاس اديني الاجر نادي الحسن نادي لي بوين حواج ان شاء الله هاي يكتبير كلية دي سواء في اللاسة تصل لي بوان ان شاء الله. ايوا كنا داوي الباكينس ان شاء الله، ان شاء الله دي صفر ربي وكي وشولين ان شاء الله، ان شاء الله همكي خاكي ثورا اتفرحم ان شاء الله كون يفق ربي دي يسر ربي داير ان شاء الله البكالوريا يفسوس ان شاء الله روح مولحد سيتانيك زعما نورمال كان وين هاي روح نسنيه يا قالت وين تداوي ما يونيني باتين مون طريق فور معليش هذه روح العقليه ستداوي الصح التركيز كان تداوي ممكن ان شاء الله هكا كاين سوا طاسن الكازوز طاسن لي ميلفاي الوقت لي ميلفاي وقال الوقت لي ميلفاي ذواقي جوست ابري الباك ان شاء الله اسمى دارن البكالوريا زينا يستنكو لي ميلفاي نحمل يعني ونعدي وين هذا السكان بيان سور هكاكي ونتجا لايف ان شاء الله نعاشي ذون يدير ذون مثل الفرح ذم قرحان ان شاء الله ادعوا منا كان دعوه الخير كان سيتو كنا نطلب من دعوه الخير وكنا ربي يجازي وكنا يتمتع قارسي اسماعنا وبحياتنا وباولادنا وبكم كذلك اني اللي ان شاء الله سنة الحياه السعيده تساقيد الخير ما تخدم الخير ما تحوصل بليك تفيد الاخرين استفد يعني استفد نسيسيك وقي كل الهانيوك ولا شيء غير سنتو الفايدة بياض تدعوم يعني نتمتع
بحياتنا وبأنفسنا وبكل النعم نعمها الله علينا. وأكبر نعمة هي نعمة الدين الإسلامي. نتغي ستعلم منك يسلم وكفى بالإسلام النعمة. أكتجاون السر إن شاء الله يوكا تنجحم البكالوريا أكون يصفر ربي يركم ثلام إن شاء الله. أما ساعات غلثم، أما ساعات فرحم، أما ساعات أنسلاقي يكلي ثداد ذي ثمثين لي صونيت الطوموبيلات بيان سلاقل كنسني خاطر سني ظلي جنت خدمنا ربما كلام الأخطاء. إن شاء الله أكون يحفظ ربي، أكون يحرز ربي يكلي أكا يونجا لهنا تلويث السر لي سر أكون يحرز ربي ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. أما تفرح ميركم إن شاء الله.